مال السوق اليومين دول وسعره يعني على قد الإيد، تقدري تجيبي شوية كده تخلّليهم وتعمليهم بُصّوا مش مخلِّل، تعمليهم زبدة. من الآخر هنعمل سردين زي الزبدة، هنبطّل نشتريه من برّه ونعمل كل حاجة بإيدينا ونوفّر بقى. أنا جِبت شوية سردين ملّحتهم بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات كلّها اقتصادية. شايفين بقى الزبدة من جوّه؟ حاجة كده تفتح النِفس، مع عصرة ليمونة كده والّا رغيفين عيش سخنين طُراي، يا سلام عليهم. تعالوا بقى أمّا أقول لكم على الطريقة الصحيحة اللي هتخلّلي بيها أو تملّحي بيها السردين، هيطلع معاكِ زي الزبدة. بس ما تنسيش تصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا من قلبِك لإخواتنا ربنا ينصرهم يا رب ويتقبّل شهدائهم ويشفي مرضاهم. تعالوا بقى كده على طول، أنا جِبت كيلو ونُص سردين، السردين حجمه صغير شوية، ده جِبت كيلو ونُص ب50 جنيه. ده شكل السردينة ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كده، نضيفة وكويسة جدًا، غسلتها غسلة حلوة أوي. وبصراحة بعد ما غسلتها نضّفت بطنها، أنا سِبت بس واحدتين كده من غير تنضيف علشان أورّيكم شكلها. اليومين دول موسمها مالية السوق، هي والبوسارية والباغة والتونة، فالحقيقة هاتي لِك شوية كده خلّليهم. بعد ما غسلتها غسلة كويسة، فردتها كده على فوطة نضيفة أو على قماشة نضيفة وحطيتها تحت المروحة علشان خاطر تنشف حلو أوي. أهم حاجة إنها تنشف كويس جدًا. بعد كده جبت 4 معالق كبار من الملح الخشن، وحطيت عليهم معلقة ونُص كبيرة من الشطة. الشطة اللي أنا حطيتها النهارده نسبة الحرارة فيها يعني إيه وسط شوية. هابدأ بقى إن أنا أحطهم كده على جنب بالشكل ده، وأحط عليهم معلقة من الفلفل الأسود الحصى وكام ورقة كده من ورق اللورا. تضيفي بقى أي منكهات أنتِ حاباها. ما شاء الله زي ما أنتم شايفين السردينة نشفت كويس جدًا من المَيّة، ودي أهم حاجة علشان خاطر أضمن إن هي ما تعفنش ولا تبوظ معانا أثناء التمليح أو التخليل. هابدأ بقى إن أنا أحط على السردين كله بالشكل ده كده رشة حلوة من الملح، وهاقلبه في بعضه بالشكل ده. طبعًا دايمًا يعني اللي متابعني من زمان عارف إن أنا لمّا باخلّل باحب أفرش مفرش كده كبير على رخامة المطبخ، علشان خاطر ما أزفّرش الدنيا. جِبت برطمان بقى، هو المفروض كان يكون أصغر من كده بس الموجود بقى في مطبخي استخدمته. حطيت فيه طبقة بسيطة خالص من الملح. أنا مستخدمة ملح خشن، اللي هو ملح التخليل، يعني بيكون حلو أوي ما بيحدّقش كتير. حطيت بقى طبقتين من البوسارية فوق بعض، أو معلش السردين فوق بعض. طبعًا لو هتخلّلي بوسارية برضه خلّيها بنفس الطريقة. بس الملح بتاعها بيكون أقل شوية من السردين. المهم هاجي هنا بقى على السردين هاحط طبقة عكس التانية، وبين كل طبقتين هارُش ملح بشوية كده إيه، منكهات، الفلفل الأسود والورق اللورا بالشكل ده كده. بُصّوا بقى الجمال، حاجة كده تفتح النِفس. على فكرة ممكن تخلّليه وهو مقفول زي ما هو عادي، بس أنا بصراحة حبيت أنضّفه يعني علشان إيه، خاطر يبقى ألطف يعني. خلاص هاعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة، ما شاء الله برطمان زي ده ياخد له ييجي 3 كيلو. خلاص هاكمّل بقى باقي الكمية بنفس الطريقة، وهاحط بقى على الوش شوية كده من الملح بالشطة، وشوية بقى من الزيت، يعني بتاع كده 3، 4 معالق كبار من الزيت. بس كده، طريقته سهلة جدًا وبسيطة. أهم حاجة بقى نقفّل عليه كويس أوي علشان خاطر ما يدخلوش هوا ويستوي معانا مضبوط. حطيت كيس على وش البرطمان بالشكل ده وهاغطي عليه واركنه بقى في أي ظرفة من ظرف المطبخ، وهاسيبه من 4 ل5 أيام هيتخلل معانا ويكون بقى بالشكل الخطير ده. أنا فتحت عليه بُصّوا بقى، هو طبعًا السردين بينزّل شوية من المَيّة بتاعته مع الملح والشطة كده، وحاجة بقى يا سلام تفتح النِفس. كفاية ريحته بس. يعني أنا عن نفسي باحب المملحات أوي، يعني باحب السردين والفسيخ والرنجة والحاجات اللي زي كده. يعني قريب بقى هَف عليّا إن أنا آكل سردين، بعت ابني يجيب لنا ب20 جنيه، بُصّوا بالضبط 10 وحدات، لكن ما شاء الله زي ما أنتم شايفين بال50 جنيه خلّلت كيلو ونُص سردين ما حصلوش. بُصّوا أنا واقفة بأزأز فيه كده. يعني الكام واحدة اللي أنا فتحتهم معاكم دول، واقفة كده إيه آكل فيهم. فطبعًا حبيت بقى أعمل شوية كده. بُصّوا أنا كده منضّفة بطنه زي ما أنتم شايفين. وساعة الأكل إحنا بنحب كل واحد ياخد واحدة يفصّصها بإيديه. حابة بقى أنتِ تنضّفيه وتفصّصيه وتسيبي بس اللحم وتحطيه في طبق زي كده، اللي يريحِك. أنا رصيته بالشكل ده، وهاخد عليه كده عصرة ليمون وشوية زيت. بُصّي بقى، يعني علشان خاطر الأكلة يكون مكتملة هنقلي جنبهم رصة بطاطس ونقطّع كده حبّايتين طماطم مع شريحتين 3 من البصل، ورغيفين طري سخنين كده وهاتك يا أكل. هات لِك بقى كيلو سردين وخلّيه بنفس الطريقة، وأتمنى إن حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوناش بقى باللايك والشير، واكتبي لنا كده كومنت حلو زيِّك في التعليقات، ويالّا بقى مع السلامة.